السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. صباحكم فل وياسمين ورضا من رب العالمين. سمعنا كتير ان بيحولوا الدهون لزبدة او الدهون الحيوانية لسمنة فلاحي. اللي معايا دي دهن حيواني وانا مسيحيه، فعمره ما هيبقى سمنة بلدي ولا عمره هيبقى زبدة. هو برضه هيبقى دهن حيواني، بس هو طبعا جميل ومفيد جدا وصحي جدا. تعالوا نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسولنا الكريم ونشوف الموضوع ايه بالظبط. بص حبايبي، عشان اسيح الدهنة فانا هسيح الدهنة وهتبقى في الاخر برضو دهنة. ما ينفعش يتعمل بيها غير الاكلات، الاكل العادي بتاعنا خالص. لكن عشان ادي طعم السمنة البلدي او اعمل حاجة ممكن اعمل بيها شوية رز، اقلي بيها حتة كبدة، اعمل بيها بيض. الحاجات دي هقولك نعمل ايه. هنجيب اللي هي الضاني، هي دي اللي ممكن اسيحها وتحل محل السمنة البلدي. بس برضو هنعمل بيها الاكلات بس، يعني ما ينفعش نعمل بيها حلويات، ما ينفعش نعمل بيها بسبوسة، ما ينفعش نعمل بيها كنافة، لان برضو هتبقى دهون مش هتبقى سمنة يعني. بس هي بتبقى جميلة جدا وهتحل محل السمنة البلدي بالظبط. مش هتفرقيها خالص عن السمنة البلدي. ممكن تعملي بيها شوية فول، ممكن تقلي بيها بيض، تقلي بيها كبدة، يعني هتدخل في اكلات كتيرة ان شاء الله. المهم انا جبت بقى حته الليه بتاعتي، هي ده كيلو من الليه، بس هو اللي باين كتير شويه. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم بارك يا رب. جبت كيلو من الليه ورحت مقطعاه وحطيته، حطيت معاه كوبايه ميه كبيره. حطيته خدته على البوتاجاز لحد ما اتسلق معايا زي ما انت شايفه كده. بعد ما اتسلق بسيبه بقى لما بيبرد خالص وعشان اضربه في الخلاط. لو عندك هاند بلندر ممكن تضربيه وهو سخن في الحله عادي مفيش مشكله، لكن انا عشان ما عنديش فسيبتها تبرد وبعدين ضربتها في الخلاط. بضربها في الخلاط لحد ما بتنعم معايا على قد ما بقدر، على قد ما بقدر بنعمها عشان ما يطلعش منها هادر كتير، زي ما انت شايفة معانا كده بالظبط. بعد بقى ما ضربتها في الخلاط برجعها للحلة بتاعتها تاني وباخدها على النار وبسيبها تغلي. والطريقة دي احسن بكتير من الناس اللي بتجيبي السمنة العلب وتسيحها وتضيف عليها لبن وتقولك سمنة بلدي، وطبعا ما بتبقاش صحية. بعد كده بسيبها تغلي لحد ما تتبخر المية اللي فيها، تتبخر المية اللي فيها، وكل ما تعمل ريم على وشها بروح شايلة الريم من على وشها، كل ما يطلع اشيل الريم. بعد ما شلت الريم والمية اللي فيها اتبخرت وغليت لها غلوتين حلوين كده، جبت ازازة زيت كيلو الا ربع، ده كيلو الا ربع زيت على كيلو اللي معاه، ورحت مفضياه عليها وسبتها لما تغلي من اول وجديد. والزيت ده بيخليها مرملة معاكي وناعمة، بينعم اللي هي معانا وبيخليها مرملة، وبيبقى برضو مادة حفظ ليها، لو قعدت معاكي فترة ما بيجرالهاش اي حاجة. بعد كده بحاول بقى انكيها عشان تديني نكهة كويسة. بحط ورقتين لورا، بحط كام حباية فلفل اسود، كام حباية قرنفل، الحاجة اللي موجودة عندك يعني من التوابل اللي هي تنكيها وتديها ريحة حلوة وطعم جميل. او حطيت معلقه من الكركم، ومعلقه الكركم دي هي اللي هتصفرها لي وهتخليها لي زي السمنه بالظبط وما تفريهاش عن السمنه خالص. بعد كده بقى اسيبها تبرد خالص، ما احطهاش في البطرمان وهي سخنه كده، بخليها تدفى وبعد كده هو بحطها في البطرمانات بتاعتي المعقمه. ولازم بطرماناتك تكون معقمه جدا وتكون ناشفه عشان ما يطولهاش اعزكم الله اي عفن او اي رطوبه تبوظ اللي احنا عاملينها، او بقى السمنه البلدي اللي احنا عاملينها. زي ما قلنا هنستعملها كانها سمنه بلدي. وما تنسيش معلقه الملح. بس انا عايزه اقول لكم ان فعلا في الوقت الحالي سعر اللي ما بيفرقش كتير عن السمنة البلدي برضه، يعني هتبقى تقريبا مقاربة لبعضيها. دي بقى البواقي اللي هي فاضت معايا. طبعا مش هقولك دي بقى مرطة تشيلها في التلاجة تحطيها في مشي تعمليها سندوتشات، مش هتنفع للكلام ده خالص. فانت ممكن لو جبتيها تجيبي معاها كيلو دهنة زي اللي انا وريتهولك في اول الفيديو دون، يساعد معاها برضو مع اللية دي شوية، وتعمليه بنفس الطريقة اللي عملنا بيها اللية هتعملي بيه برضو الدهنة، وهتبقى زي ما انت ما شفتيها كده في اول الفيديو. والدهنة طبعا هيبقى سعرها اقل بكتير من اللية، بس عايزة اقولك لو استعملتيها في اكلك احلى بكتير من السمنة الصناعي اللي احنا بنجيبها، اللي كلها دهون مهدرجة وخطر جدا على الصحة. على الاقل دي دهون حيوانية واحنا عارفينها وضامنينها.
والدهون الحيوانية صحية احسن من الحاجات اللي احنا بنستعملها، اللي احنا مش عارفين اساسا هي مصنوعة من ايه ولا متكونة من ايه. وعايزة كمان اقول لكم على حاجة، ان اللي عندها سمنة بلدي ريحتها غيرت او طعمها غير او لونها غير، هاتي كوباية حليب وحطيه فيها واغليها من اول وجديد، هتلاقيها رجعت للونها الطبيعي وطعمها الطبيعي تاني. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدخلوا قناتي، تعملوا لنا لايك وتعملوا لنا اشتراك. سمسمة وبندق في المطبخ، اكلات اقتصادية حلو حادق على قد الايد، وبالهنا والشفا، صباحكم فل.